بس ابدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. فنان تشكيلي محمد رضا حسنين. داخل معرض جماعي ب 28 لوحة، بال 27 بالزيت وواحدة بالرصاص. الموضوعات بتاعة المعرض علي صوتك اهو. موضوعات بتاعة المعرض بتتناول أفكار موضوعات الأوضاع اللي الناس عايشاها الأيام دي، وشعوب العالم، معاناة شعوب العالم مع الحروب ومع الأعداء المفروض عليهم. علي صوتك علي صوتك. وأيضا موضوعات المعرض علي تمام. موضوعات المعرض بتمثل عن البطالة وعن التعليم وعن الحرية وعن الأطفال اللي بتعدي حاجز المستقبل قدامهم، وعن عن تجارة أعداء البشر أيضا، وعن القيود وعن الاستسلام وعن مصر قبل الثورة وعن ظلم الحاكم. يعني موضوعات مختلفة بنعبر عليها بلوحات أكنها قصص قصيرة محكية عبر الألوان على اللوحة على قماش. بس فالمعرض ده كويس هنا بالنسبة لنا، يعني لأن هنا الإقبال كتير. ماشي هنا الإقبال كتير وكده، فحتى تشجيع لينا وده أكبر التحام بالفنانين والجمهور. وده حتى برضه شكرا. انا صورته على فكرة. شكرا يا محمد. العفو. طبعا مين دي؟ الفنانة وسام ابراهيم، لوحة جميلة جدا، من اكتر اللوحات اللي عاجبني في المعرض. فنانة مين؟ وسام ابراهيم دي من اكتر اللوحات اللي عاجباني في المعرض. بص ده بجد، بص اللوحة عاملة ازاي، فيها فكر فيها ايه؟ فيها فكر وفيها تفاصيل كتير. مش عايز تبلغها حاجة؟ والله لوحة جميلة جدا، لوحة تغريد برضه جميلة جدا. مفيش قاعة يا مصر ما اتحطتش فيك اللوحة دي. كل القاعات اتعرضت وبقالها كام سنة؟ انا مش عارف بقى قد ايه، بس كل ما اروح في حته كنت اشوفها في بيت الشعر، جابتها بيت الشعر على هنا. بنعمل كليبات طريفه يا جماعه عن المعرض واللي احنا بنستفيدها، يعني من الهم اللي احنا فيه والقرف اللي احنا فيه بنروق على نفسنا شويه كده. وايه بقى كانت تجريد عز جماعه طبايا، حظها بقى في الافتتاح الشيمي اصل الشريط تحت هنا وطالع بقى. الكاميرات كانت متثبته هنا، الحياه واخبار مصر والكاميرات دي. الشيمي ماشي لوحه. الكاميرات دي؟ كاميرات مالها؟ كانت متثبته هنا بقى، ناس بتصور وكده. الشيمي جاي وكان ناس جايه بقى. الشيمي مين؟ اللي ماسك المترو وكله. مش ماسك المحطه، مش ماسك المحطه، ده رئيس الشركه اللي بيدير المترو. يعني اللي هو قصدك رئيس مجلس إدارة هيئة مترو الأنفاق، رئيس مجلس إدارة الأستاذ محمد الشيمي. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مهندس محمد شيمي. ماشيين بنتفرج لوحة عجبه جدا الشغل يعني. فطبعا تغريد حتى لوحة هنا ولوحة هناك، وقفت هنا. المفروض تلفزيون وقنوات ماشية مع الراجل وبيتفرج لوحة، جه على أساس دول جه على تغريد، ما تفهمش إيه اللي حصل. حد كلمه حظها وحش عدى، وهي ما حدش هو يشوف ريحتها وهي تتكلم تطلع ماشي برضه. لفينا كلها. كان فين لوحتها اللي هناك برضه. الحاجات دي هتبقى فضايح يعني على الفيس يعني. ده مواقف يعني اللي حصل. طلعت عادي، انا واقف في النوم، نادينا على الناس كل واحد يقف جنب لوحته. هنا تعالي اقفي جنب لوحتك عشان الكاميرا تجيبك والراجل يشوف لوحتك. حد لذيذ، حد اتكلم معاه كان بيشتكي له على حاجه، راحت هي بعد ما جت وقفت هنا الكاميرا عندي، وبرضه ما صوروا ولا صوروا لوحتها ولا الراجل شافها. لا خلاص بقى، هي معروف مين يعني. حذروا مين.
فده مواقف مين؟ قول اسمها عادي. لوحة جميلة بص عجباني. لوحة بص هادية وفيها حاسس ان هي حاجة من زمان. والله ما اعرف، مش قادر. اسمها ايه دي؟ اسمه ايه الاسم ده؟ ما خلاص ظهر والله. اسمها ايه؟ تغريد عز. برضه تغريد؟ برضه تغريد يا تغريد. اصل انا عارف تغريد تغريد لعلمك. عز. انا عارفها يا والله تغريد. ايوه تغريد اللي هي محجبه. صباح الفل. ايوه زي ما انتم شايفين كده مرض الحمد لله نجح نجاح. يلا باي. يلا عشان انا عايز انام بقى. المحطة بتشطب بقى وعايز اطلع اروح بيتي انام. عايز ينام. تقولوش قاعد في بيتهم مثلا. وبيقول لي كذا مره ان هو مثلا ايه، مشيت امتى؟ اسمك ايه؟ انت حاسس الدرجة دي؟ اسلام المسرح. مشيت امتى يا اسلام؟ بيقول لي مشيت الساعه 8 الصبح. يا راجل مشيت الساعه 8 الصبح. اول يوم الساحه يا جماعه بيت كان ثالث يوم ابات فيه في المحطه ومشيت 8 الصبح بعد ما جت ناس ورديه من الفنانين استلموا وقعدوا. والامن الفنان حاجه مهمه وبجد الكلام ده. الفنان اللي وراكوا ده قال لي كده المكان بتاع العرض ده مش عاجبني، عايز اخد لوحتي من هنا احطها في حته ثانيه. قلت له ماشي. جاب سلم وبيشيل لوحته